قلبك من صخر ما حن علي، قلبك من صخر. کرونا ویروس چاوا بلاف دبو ام چاوا خوجه بپارێزن. کووید 19 مروف جارا یکم پید حسن دما مروفن به ویروس کتی دا آخوین دکخن دپشکن دلوب جه دویوان درتی بوی آوائی جی در باسی مروفن دن دبه اف دلوب نیزی متروی که دچن و بسر تشتان خواب جهدکن حتی کنگی اف ویروس دجی نای زانین دوی مروف در دورا خواه بریک و پیک پاقش بکه ام دستین خواه دنگلک تشتان دبه کو ویروس لسروان هبه لو ما دوی مروف دستین خواه نده چاو بیول آنجی دوی خواه دستین قریش دکارن ویروسی در باسی لاشه مبکه دما ام بپشکن آن بکخن دوی انیشکا خواه آنجی دست مالکی مروف بده بردفو بیولا خواه و دوی او دستمال ورا آویتن جی چوپکه دفگرتی را جبو پاراستنا خوش وی ویروسی دستین خواه با آو و صابونو ماده پاقجی تعقیمه گلک جاران بشون لخوا مقاطبنو پیشی لبلاوا وی ویروسا مترسیدار بگرن. هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة. يسعد مساكم متابعي إذاعة بوير اف ام مع الموجة 103.5، أيضا مشاهدينا عبر البث المباشر بوير عربي بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. معي أنا عماد خلف وزملائي على الكنترول هيلوز ولورين. حلقة جديدة وضيف جديد. ضيفنا بهالحلقة هو الدكتور نديم فؤاد عثمان، اختصاصي بأمراض الأنف والأذن والحنجرة. موضوعنا أيضا مهم كتير بخص جائحة كورونا ومرضى الأنف والأذن والحنجرة. ضيفي عبر الهاتف هو الدكتور نديم. رح نمسي نحن وانتو رح نمسي على الدكتور نديم. يسعد مساك دكتور. مساء النور، أهلا وسهلا أستاذ عماد. دكتور، مثل ما بتسمعوا انه مؤخرا صار في تواجد لبعض الحالات بالاصابه بفيروس كورونا او كوفيد 19. يا ترى بدايه مدخل للحلقه وللقاء كتعريف لهذا الفيروس، يا ترى شو هو طرق تنقله، مين هن الفئات العمريه اللي عم ينصابوا فيه او اللي هن اكثر عرضه للاصابه وللي هن اكثر شيء يعني ينضروا فيها؟ هلا بداية نشكر قناة بوير على هاي اللفتة الكريمة، والله يعطيكم العافية على هالبرامج المفيدة اللي عم تقدموها. هلا بداية كتعريف لفيروس كورونا، هلا هي فيروسات كورونا هي سلالة واسعة، يعني بتبلش عندك من فيروسات اللي بتسبب عندي أمراض تنفسية بتتراوح شدتها من نزلات البرد الخفيف. نعم. كلياتها بنعرفها، للأمراض اللي ممكن تسبب اختلاطات كبيرة. كان لها تسميات عديدة قديما، مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، الميرس مثلا، والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة سارس. نعم. هذول كلهم فيروسات أو سلالات من فيروسات كورونا.
هلا الفيروس اللي اكتشف مؤخر سموه بكوفيد 19. مهم. المؤخر اخر سلاله له اللي هو الكوفيد 19. هلا شو الكوفيد 19 او كوفيد 19؟ هلا هو كمان مثل فيروسات الكورونا، هو مرض معدي. نعم. ما كنا بنعرف هذا الفيروس، ما كنا بنعرف انه موجود الا لما بلش ينتشر بالصين بمدينه ووهان تقريبا بكانون الاول بال 2019. اكيد. وبعدين تحول لجائحه وانتشر بعديد من بلدان العالم. مهم. تماما. دكتور، هذا الفئات كتعريف مهم. للفيروس. ايوه. مهم. مهم. الفئات اللي عم تنصاب فيه اكثر يعني عرضة للاصابة بهالمرض هذا مين هن دكتور؟ هلا للاسف ما في عندي اي فئه عمريه مستثنيه مهم. من العدوى بهذا الفيروس، كل الفئات ممكن تصاب فيه. مهم. هلا في بعض الدراسات انه ذكرت انه الاطفال اللي عمر تحت السنوات او المراهقين مثلا هن اقل عرضه لاختلاطات المرض. مهم. فهمت علي كيف؟ مهم. بس بشكل عام كل الفئات العمريه مصابه وبتنصاب بالمرض. وبالمقابل انا عندي الفئات العمريه المتقدمه بالسن او اللي عندهم امراض مرافقه كامراض السكري او السرطان او ارتفاع الضغط الدموي او اللي عندهم نقص مناعه بشكل عام، هدول تظهر عندهم اختلاطات المرض بشكل اكبر. مهم. تماما. دكتور، كونكم اختصاص انف واذن وحنجره، طبعا عن القصه المرضيه لهذا الفيروس هذا انه بيستقر بالحنجره كذا يوم مثلا، فيكم تحكون عن هذا الموضوع شوي؟ هلا هو ما انه بيستقر بالحنجره بالمعنى الدقيق. هلا هو المرض بشكل عام انتقاله بيكون عن طريق القطيرات التنفسيه او عن طريق اللمس. يعني نحن دائما عندنا شغلتين بينتقل فيهم الفيروس، اما عن طريق القطيرات التنفسيه اللي بشكل مباشر بتدخل الى الجهاز التنفسي، او عن طريق اللمس. واللمس منه نحن بنلمس الانف او العين او الفم. فاول ما بيستقر عندي الفيروس هو بيستقر عندي بمنطقه البلعوم الانفي او البلعوم الفموي بالمعنى الدقيق. تماما. يعني بالبلعوم الانفي او بالبلعوم الفموي، يعني هذا بنسميه الجهاز التنفسي العلوي. اكيد. وبعدين انا بيضل عندي فتره حضانه تستمر 3 ايام، اسبوع، قد تستمر حوالي اقصى حد الى اسبوعين، وبعدها بينتقل للجهاز التنفسي السفلي وبلش المرض يعطي الاعراض او المضاعفات الثانيه. دكتور، كونك ذكرت الأعراض، يا ترى شو هي الأعراض اللي عم تظهر على الشخص المصاب أو المريض؟ مرات بنسمع أنه مؤخرا أنه بتختلف من بلد لبلد، أحيانا في مرضى منهم بيترافق الأعراض مثلا أمور هضمية ما لها علاقة بالجهاز التنفسي، في هيك من هالقبيل هذا دكتور؟ هلا للاسف اعراض هذا الفيروس اعراض واسعه ومتنوعه جدا جدا. يعني كل مره، يعني كل شهر كل شهرين بينزلوا عرض جديد انه هذا المرض بيجي بعرض جديد. نعم. لذلك هلا هن قسموا المرض للاعراض الخفيفه والاعراض الشائعه والاعراض الشديده. اعراض خفيفه، اعراض شائعه، واعراض شديده. هلا الاعراض الاكثر شيوعا اللي ممكن نشوفها عند مرضى الكوفيد 19 هي بشكل عام الحمى. نعم. في عندي ترفع حروري، يعني في عندي شويه ارهاق، في عندي سعال جاف. تماما. هاي الاعراض او الثلاثيه الاكثر شيوعا. هلا في عندي اعراض اقل شيوعا ممكن يجيني في بعض المرضى مثل الالام والاوجاع، مثلا وهن عام مثلا، سيلان بالانف. وهن عام احيانا بيترافق يعني. تماما. هو الوهن العام او نحن نسميه بالمعنى الادق نحن بنسميه الاعياء. هو فينا نسميه كلمه الاعياء. تماما. المريض بيكون تعبان يعني. هلا عندي كمان عندي ممكن مريض يجيب حاله صداع، ممكن مريض يجيني بحاله التهاب ملتحمه العين او الم بالحلق. مثل ما ذكرت هلا ممكن يجيني باعراض هضميه، قد يكون لدى المريض اسهال. قد يجيني المريض انه عنده فقدان او نقص بحاسه الذوق او الشم. حتى بعض المرضى ذكروا وجود طفح جلدي او تغير بلون اصابع الايدين والقدمين. هلا انا عندي بشكل عام الاعراض بتكون خفيفه وبتبلش بشكل تدريجي، يعني ما بتكون فجاه. هلا عندي للاسف الاعراض هي الاعراض الاشد. ذكرنا الاعراض الشائعه وذكرنا الاعراض
اللي بتجي باقل شيوعا، في عندي الاعراض او اختلاطات هاي المرض. ممكن يجيني انا المريض بصعوبه بالتنفس او ضغط بالصدر، او حتى يعني ممكن بيكون له اختلاطات عصبيه، المريض بيجيني ما بيحكي مثل ارتجاع كلاميه، او بالمراحل المتقدمه المريض بيجيني بمتلازمه عسر التنفسي حاد. تماما. دكتور، حالة الخوف من هالمرض هذا يا ترى إلى أي درجة لازم نوعي طبعا السلك الطبي أو الاختصاص الأطباء، يعني أنه يوعوا المواطنين أنه هالخوف هذا الكتير يا ترى هو بمحله، أو ربما هو مثل أي قريب أو حالة عرضية، ربما إذا حتى المريض إذا يكون انصاب بهذا المرض يستقر بالبيت، ياخذ مثلا فترة نقاهة بالبيت، وممكن أنه لحاله يطيب، أو في شيء من هالقبيل هذا دكتور؟ هلا اكيد للاسف الاعلام ضخم الموضوع كثير كثير، ودائما الحاله النفسيه هي اللي بتلعب الدور الاساسي بموضوع المناعه. نعم. يعني اذا الانسان يعني اذا مجهز حاله نفسيا لهذا الموضوع، المناعه وعلم النفس مترابطين كثير كثير. هلا ذكروا اخر شيء قاعده الخمسه، يعني انا من يعني عندي 80% شفاء. 80% شفاء دون الحاجه الى اي علاج خاص، او حتى الى عزل. 80% شفاء نسبه مو قليله. يعني انا بمعنى اوضح، عندي من كل 5 اشخاص بيجيني مريض واحد عنده صعوبه بالتنفس، او تزداد عنده المخاطر بالاصابه بمضاعفات المرض. نعم. يعني نسبه 5 إلى 1. 80% شفاء مو قليل. وحتى هذا الواحد اكثر من 50-60% بيطيبوا بيشفوا. يعني نسبه منا قليله. فالشفاء موجود، وعند مريض شاب، عند مريض ما عنده اي مشاكل، عند مريض غير مسن ما عنده مشاكل مرافقه مثل ارتفاع ضغط او امراض القلب او سكري او سرطان او امراض ثانيه بنقص المناعه. فالمرض هو فيروسي، بيجي باعراض خفيفه وبيطيب، يعني محدد لذاته فيك تسميه. فانا برايي الاعلام ضخم هذا الموضوع كثير. فحتى لما بيجي هذا المرض، الانسان مثل ما قلت لك ما بيكون له مهيئ نفسيا. فانا برايي تزداد المضاعفات بهيك حاله. انا برايي الموضوع يكون عادي، ناخذ نحن الاحتياطات اللازمه. مثل ما قلنا نحن انه هذا المرض ينتقل عن طريق القطيرات التنفسيه. فانا بحسب حسابي انه دائما بخلي مسافه امان على الاقل شيء متر بيني وبين الاخرين. مثل ما قلنا ممكن اذا حتى مو عن طريق القطيرات التنفسيه، ممكن هاي القطيرات التنفسيه ما تجيني بشكل مباشر وتستقر على الاسطح المحيطه، الاشياء مثل مسكات الباب او ترابزونات الدرج او كبسات الاسانسيرات مثلا او اسطح الطاولات. فدائما نحن بقدر الامكان نتجنب اللمس، نحافظ على نظافه الايدين بالغسيل بالماء والصابون او بالمعقمات المتوفره، ونحافظ على مسافه 1 متر. دائما نحط كمامات، وخلاص واحد يعيش حياته طبيعي. يعني اكيد هو برنامجنا التوعوي، فعبر هذا المنبر كل النصائح اللي قلتها دكتور اكيد رح نختم لقائنا بمجموعه من النصائح من عندكم اكيد. فوضحتوا كتير أمور أكيد دكتور بخصوص هذا المرض. دكتور، هل دائما المواطن لما بيسمع اسم مرض ما معين أو جائحة معينة دائما بيسأل أنه موضوع العلاج يا ترى التقى له علاج؟ بكتير من الدول عم مسألة الإعلام أنه في التقى الدولة الفلانية علاج لهذا المرض. ما مدى صحة هالكلام هذا؟ هلا للاسف حتى الان لسه ما لقوا علاج او لقاح او اي دواء لهذا الفيروس. كلها دراسات، بلشوا بالكلوروكين وادويه. نعم، يبدو انه فقد الاتصال. فاصل صغير، خلوكم معنا متابعينا. انتم هلا عم تسمعوا بوير اف ام على الموجي 103.5 من اذاعه بوير اف ام، برنامج صحتك بالدنيا. خلوكم معنا. طبعا ضيفنا عبر الهاتف هو الدكتور نديم فؤاد عثمان، اختصاصي بامراض الانف والاذن والحنجره. فاصل صغير وبنرجع.
متابعينا ومستمعينا، هل عم تسمعوا إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5 برنامج صحتك بالدنيا. طبعا ضيفي كان عبر الهاتف الدكتور نديم فؤاد عثمان، اختصاصي بأمراض الأنف والأذن والحنجرة. موضوعنا كان عن جائحة كورونا، طبعا هو موضوعنا لساته مستمر. فقد الاتصال شوي، انقطع لأسباب تقنية، ربما موضوع مرتبط بالإنترنت أو حالة عدمه. رح نرجع، أكيد رح نتواصل مع الدكتور نديم ونكمل موضوعنا اللي بيخص موضوع كورونا والجائحة هاي اللي انوجدت كذا حالة عنا هون بمنطقتنا. يا ترى شو هي الأسباب اللي قالت لحتى تكون في حالات هون بعد ما تجاوزنا مرحلة كتير كويسة؟ كنا المنطقة الوحيدة اللي ربما كانت بالشرق الأوسط ما فيها حالات وما تسجلت فيها حالات كورونا. فاصل صغير، خلوكم معنا متابعينا. للي حدا عنده سؤال لا أيضا فينه يتصل عبر التليفون الأرضي 429 101 أو عبر البث المباشر برات البلد عبر صفحتنا بوير عربي. خلوكم معنا بعد الفاصل الصغير. كورونا فيروس چاوا بلاف دبو ام چاوا خوجه بپارێزن. كوفيد 19 مروف جارا یکم پید حسن. دما مروفن بفيروس كتي دا آخفن، دا كخن، دا پشکن، دا لوب جه دوی وان درتی. بوی آوائی جی در باسی مروفن دن دبه. اف دا لوب نیزی متروی که دچن و بسرتشتان خواب جهدکن. حتی کنگی اف ویروس دجی نای زانین. دوی مروف در دورا خواه بریک و پیک پاقش بکه. ام دستین خواه دنگلک تشتان. دبه کو ویروس لسروان هبه. لو ما دوی مروف دستین خواه نده چاو، بیول، آنجی دوی خواه. دستین قریش دکارن ویروسی در باسی لاشه مبکه. دما ام بپشکن آم بکخن دوی انیشکا خواه آنجی دست مالکی مروف بده بردفو بیولا خواه. و دوی او دستمال ورا آویتن جی چوپکه دف گرتیره. جبو پاراستنا خوش وی ویروسی. دستین خواه با آو و صابونو ماده پاقجی تعقیمه گلک جاران بشون. لخوا مقاطبنو پیشی لبلاوا وی ویروسا مترسیدار بگرن. هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة.
نعتذر مرة تانية لمستمعينا ومتابعينا متابعي إذاعة بوير اف ام برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا عبر الاتصال الأرضي أو الاتصال اختصاصي بأمراض الأنف والأذن والحنجرة الدكتور نديم فؤاد عثمان. كنا عم نحكي عن موضوع العلاج، علاج أو لقاح لفيروس كورونا. طبعا مؤخرا في كتير دول أعلنت عن وجود أو اختراع أو اكتشاف لقاح لهذا المرض، والدول الثانية البعض اللي عم تنفي الموضوع هذا. كنا بصدد العلاج. طبعا رح نسأل الدكتور أيضا سؤال آخر اللي هو أسباب الوجود حالات، بعض الحالات بإقليم الجزيرة بمنطقتنا. يا ترى هي من عدم التعاون الأهالي أو المواطنين بخصوص التعليمات، التقيد بالتعليمات، أم هي الجهات المسؤولة هي كانت ما أخذ على محمل الجد موضوع هذا الفيروس وخطورته؟ طبعا ضيفي عبر الهاتف الدكتور نديم فؤاد عثمان، هو اختصاصي بأمراض الأنف والأذن والحنجرة، هن أيضا مرضاهن، هن الخط الأول اللي عم ينصابوا أو العلامات اللي عم تظهر عليهن. فاصل صغير، خلوكم معنا ورح نتصل مع الدكتور. مرة ثانية أهلا وسهلا فيكم متابعينا ومستمعي إذاعة بوير اف ام برنامج صحتك بالدنيا. ضيفي عبر الهاتف الدكتور نديم فؤاد عثمان، اختصاصي بأمراض الأنف والأذن والحنجرة. للأسف فقدنا الاتصال ورجعنا من أول وجديد. دكتور مرة ثانية أهلا وسهلا فيك. دكتور، كنا بصدد موضوع مسألة اكتشاف بعض اللقاحات والعلاج، وكنا عم نحكي بهذا الموضوع. طبعا رح نختم ضل سؤال آخر هو غير هذا السؤال، ففيك تكفي الجواب دكتور، تفضل. هلا مثل ما قلت لك استاذ عماد، هلا لحد الان ما في اي علاج فعال اكد فعاليته 100% لعلاج هذا الفيروس. كلها دراسات وكلها علاجات تجريبيه، تجارب سريريه. نعم. وتقليديه، يعني ادويه غريبه وتقليديه معا عم يطبقوها هلا من قبل تحت اشراف منظمه الصحه العالميه. نعم. وللاسف حتى الان النتائج محدوده جدا يعني. دكتور، حتى بنسمع احيانا من انه بدول معينه مصل الاشخاص اللي كانوا انصابوا وتعافوا، يا ترى ما مدى صحه هالحكي هذا كمان؟ هلا هاي كمان ضمن التجارب السريريه اللي حد الان عم يجروها. الفيروس كوفيد 19 فيروس ذكي. قد شافوا له لقاح او علاج ممكن غير بنيته الوراثيه، بس مثل ما قلت لك حتى مصل المرضى المصابين المتعافين واللي تم تطبيقها على المرضى
الاخرين حتى الان كمان ما اثبت فعاليته للاسف. تماما. دكتور، مستمع او مشاهده عم تشاهدنا عبر البث المباشر عم تسال انه هي هلا بالمانيا انه عم يرجعوا من لما بيفوتوا يعني بيحطوا الثياب وينشروها على الشمس لحتى انه مساله الوقايه. يا ترى ما مدى صحه هالحكي هذا انه الفيروس يعني بيفوت بالثياب مثلا، اللباس بيحمل هذا الفيروس، بيعيش بيعشعش مثلا؟ هلا مثل ما قلت لك، هلا الفيروس هو عباره عن بنيته الجينيه الوراثيه هو عباره عن RNA، هو عباره عن سلسله جينيه. نعم. هلا انا ما بعرف، انا برايي المتواضع الفيروسات هي كائنات مو انه عايشه ولا تموت بنفس الوقت، يعني هي عباره عن سلسله جينيه موجوده منذ ازل الدهر، منذ ابد الدهر. هي موجوده لا تعيش ولا تموت، هي بس عم تستنى اللحظه المناسبه لتلاقي المضيف الملائم لتبلش تنسخ حالها وتعطي الاف الفيروسات وتعطي اعراض المرض. فالفيروس موجود، انا برايي ما بيموت، ما بيموت. هلا كل ما هنالك نحن لما نقوم بحمايه انفسنا من القطيرات التنفسيه المتناثره او غسل الايدين، كل ما هنالك نحن عم نبعد الفيروس من ايدينا مشان ما ينتشر عن طريق اللمس. نعم اكيد. بس كفيروس موجود، وذكرت بعض الدراسات انه بدرجه حراره 60 ساعتين بالهند ممكن يموت درجات حراره عاليه. للاسف الفيروس هذا ما بيموت. تماما. دكتور، محور لقائنا واكيد هو السؤال الاخير لكم، سبب وجود حالات محدوده لدينا في شمال شرق سوريا او اقليم الجزيره او المناطقنا اللي ذكرناها من شوي، يا ترى هل هو بيعود لعدم تعاون المواطنين او العمل على تعليمات الجهات المعنيه انهم يقوموا بهالتعليمات الوقائيه، او السبب يعود لانه الجهات المسؤوله اللي كانت هي اللي تتحمل الاستهتار بخصوص هذا الفيروس؟ يا ترى شو رأيكم أنتم؟ هلا بشكل عام بأي جائحة بأي مرض بيكون في عنا برنامج وطني، يعني نعم. لازم برنامج وطني لازم بشكل عام كل الأفراد يلتزموا فيه. نعم. هلا أنا برأيي الجهات المعنية بهذا الموضوع هي مهمتها ليس إلغاء المرض، وإنما هي إبطاء وتيرة هذا المرض. صح. نعم. يعني انت لما الجهات المعنيه بتنزل لك انه ممنوع الازدحامات، ممنوع التجمعات بالاعراس، بالعزاوات، اي نوع من انواع الازدحام كان، سواء كان بالاسواق، بالمناسبات بشكل عام، انت لما بتمنع هذا الشيء انت بتبطئ وتيره انتقال المرض. اكيد. للاسف المشكله الاكبر هو على عاتق الافراد، يعني الفرد هو اللي ما بيلتزم. هلا في الجهات المعنيه قد تكون موضوع امكانيات، يعني هي هلا وظيفتها توفر كمامات للمواطنين، معقمات باسعار زهيده وما نعم. تكون في استغلال هذا الموضوع. الجهات المعنيه ما فيها توفر اكثر من هيك يعني. نعم. تماما. دكتور، شوية نصائح بنختم لقائنا معكم للمواطنين وللمستمعين، سواء كانت بحدود تخفيف حالة الخوف والذعر، وأيضا المحمل الجد، يعني الأخذ بمحمل الجد بخصوص هذا الفيروس. تفضل دكتور. هلا النصائح هلا هي ما انه نصائح، هلا هي السبل الاكثر فعاليه لحمايه نفسك اولا وحمايه الاخرين من هذا المرض. نعم. هي السبل الاكثر فعاليه اللي اثبتت فعاليتها. بالدرجه الاولى هي تنظيف اليدين بشكل مستمر. نعم. تجنب لمس العين والفم والانف قدر الامكان. تغطيه الفم عند السعال او العطس او عند الكلام، حتى بسني المرفق او بمنديل ورقي على الاقل. نعم. يعني بقدر الامكان انه هالقطيرات التنفسيه ما تنتشر او تعدي غيرك يعني. تماما. دائما حافظ على مسافه 1 متر بيننا وبين الاخرين. هلا هي هاي التعليمات الاساسيه اللي ممكن نحن نتبعها، والشغلات الثانيه مثلا تيجي قاعدين واحد يحط كمامه، واحد يحط كفوف، هدول كلهم مو غلط. بس الاهم تنظيف اليدين، انا برايي هذا هو الاهم. اكيد. بنهايه اللقاء هذا بتشكرك كثير دكتور نديم فؤاد عثمان، اختصاصي بامراض الانف والاذن والحنجره، على هالمعلومات القيمه. شكرا لك دكتور. اهلا وسهلا استاذ عماد، والله يعطيك العافيه. شكرا كثير لكم.
أيضا قبل ما نختم لقائنا في منظمة بهار أقامت مؤخرا ندوة حوارية، لكن خلوكم معنا بعد الفاصل الصغير رح نحكي لكم إياه. هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة.